حمدا لمنزل البلاء والداء ومنزل الشفاء والدواء حمدا لمنزل البلاء والداء ومنزل الشفاء والدواء من أمر العباد بالدعاء ليدفعوا به عن البلاء ثم على من حيث استطاع يبلغ بلا بد وفاز بالغرض محمد طبيبنا الحكيم أزكى سلام ربنا الكريم والآل والصحب سوي العلاء محتاج الأسباب للشفاء هذا وإني يوم سوء أوجاعي مبتغيا مولى المجيب داعي وأستكي إليه ما من الضرر قد مسني أتانا بالمقتدر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اغفر لنا بجاه خير العالمين الأكرم ثم بيمن رمضان الأعظم يا الله يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا عظيم اغفر ذنوبنا تقبل منا وميمانا وتجاوز عنا وأنزلا يا ربنا خير النعم مكان ما نخاف من شر النعم وهب لنا الآداب والمسايا وكفنا الآفات والنسايا وهب لنا الحرص على الطاعات وكفنا الكسل في الأوقات يا بر يا لطيف يا معافي يا من له أمر الورى يا شافي أنزل شفاءك مكان دائم ولا تعاملنا بالابتلاء وأنزل النفع مكان الذل وأنزل الخير مكان الشر وأنزل العلم مكان الجهل وأنزل الجود مكان البخل وأنزل الغنى مكان الفقر وأنزل الشكر مكان الكفر واسق جميع المسلمين عاجلا ثم بهم عفوا وحسنا عاجلا ونجهم وعافهم وتوبهم ولا تواخذ بكفر ذنبهم فإنهم وإن عصوك يا أحد لقبلة لم يشركوا بك أحد وإنهم أبدالهم لا تقدر على ملائكة النور يسروا قلوبهم ليست تميل أبدا إلى سواك من هنا إلى غدا لكنما تلصص الجوارح أبداهم لأهوي القبائل فلا تواخذهم بما لا ينقص ولهم بالذي لا يكون يلا يا مقلب القلوب خلق قلوبنا عن الغيوب وأغرنا بحب كل مسلم ونجنا من شر كل مجرم واجعل جميع المسلمين طرا لنا أقلا فنرفع طرا واجعل جميع المؤمنين في الهدى والمؤمنات سمعا في الهدى واجعل جميع المسلمين في اتقاء والمسلمات في ازدياد التقى واجعل جميع العلماء العاملين واجعل جميع العاملين مخلصين واجعل جميع المخلصين صائمين واجعل جميع الصائمين نازحين واجعل جميع النازحين صادقين واجعل جميع الصادقين فائزين واجعل جميع النازحين صادقين واجعل جميع الصادقين فائزين وارنا يا ربنا بالخدمة للمسلمين أبدا ورحمة واجعلهم فينا هدى وخيرا وكفهم منا أسا وديرا وأغرنا بحبهم لوجهك وأعلم بحبنا فنسلك واجعل جميع إخوتي ونسبي في رحمة يوم ازداد النسب واجعل لنا هنا وعنا عصا ساقطة تفضلا فنوسا وأمرنا مكارم الأخلاق وعتاب بلا شقاق واجعل صغيرنا يوقر الكبير واجعل كبيرنا يعين للصغير واجعل قلوبنا على التوابد بلا تنازع ولا تعاصد ولا تقاسم ولا تدابر ولا تباغض ولا تنافر
حتى نصير مسلمين خاشعين ومؤمنين مخلصين صالحين واغفر لنا وعافنا بعافية تكون في الدارين خير عافية واهمه وكفنا عن مسلما ونجد كل مسلم ومسلمة وأولنا يا ربنا حسن الختام عند الممات وغدا يوم القيامة بجاه خير من شفى الأمراض ووهب المغوب والأولاد محمد طبيب الهمام المبرئ الأمراض والأسقام وصليا عليه ثم سلما وآله مع أصحاب الكرماء وأفلح المسؤول بالدعاء ووفي المريض بالشفاء يا من يروم دفع كل داء فلا تفارق من لبس الشفاء ودم عليه بالمساء والصباح وأعلسا لنا شفاء وفلاح بإذن ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى بإذن ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى بإذن ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى من ظنني خير قديم المصطفى فإنني أخدم بمصطفى من ظنني خير قديم المصطفى فإنني أخدم بمصطفى أخدم إلى دخول الجنة دار القرار والمنى والمنى من ظن أنه يكون أبدا يبيه بالذي كخدمتي بدا فقالوا دلال والإضلال ينقاد لي منه به ضلال مدد قبل لدى من الولي مدد ولا مني كل ولي مدد مدد لدى ما يلقى ما قلوبي وكف صلبا مدد إن الناس كالوا مدد كفاني الردى والبلوى بني إليه خدمة خلاص من روضته إلى القيام وصما رضي عني ستور الكلام عليه رضوان الذي علاني رضي عني ستور أبو الحسن عليه رضوان يغلب الحسن رضي عني ستور تجاني عليه رضوان مبين الجاني رضي عني الخلفاء الأربعة مستورد المقربين المطاع من لم يكن عني يرضى فالكريم هدي عني أبدا ليس يلين جزى الإله المصطفى خير جزاء كما تقبل ووعدنا الجزاء صلاة من كرمه يلقاني على الذي دون المراء 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 صلاة من كرمه يلقاني على الذي دون المراء